استاذ معتز، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. يا ريت بس تشاركينا كده وتقولي لنا ايه اللي حصل معاكي، علشان الجمهور برضو طرحنا السؤال ومحتاجين نعرف التفاصيل من حضرتك، وخصوصا ان اسمك متداول جدا دلوقتي في الاعلام وقبل كده حتى. الحمد لله يا استاذ معتز، انا بحمد ربنا ان الناس والاعلام والناس كلها عارفه مين هي بثينه كشك. والحقيقه ان انا فوجئت، كان بقالي كام يوم في حيره شديده جدا وقلق، ليه حصل معايا كده وليه تم نهي ندبي بالطريقه المهينه المذله دي. لكن انا فوجئت من دقايق ان معالي الوزير نزل بيان على موقع الوزاره بيقول فيه اسباب استبعادي. فانا سعدت جدا وانا بشكره ان هو نزل البيان ده، عشان اولا ارتاح، ثانيا اني ارد على الكلام اللي في البيان، والرد هيكون رسمي وقانوني ان شاء الله باذن الله. يعني هو ريحني، وانا بشكر معالي الوزير جدا ان هو نزل هذا البيان اللي هو فيه تشويه لسمعتي وسب. ولو بتشكريه ليه يا دكتوره بثينه؟ حل البيان كلمه كلمه. بتشكريه ليه؟ هو بيقول ان انا حصلت. حضرتك ثانيه واحده، حضرتك بتشكريه ليه؟ ما انا بقول لك ان هو قال البيان ده حقيقه، يعني بتشكريه على اعتبار ان البيان اللي جاي، محتوى البيان ده محتوى يعني صحيح ولا غير صحيح؟ مجحف طبعا ليكي؟ كويس قوي ان هو معالي الوزير نزله علشان نقول هو عقوبه التنبيه، وانا فخوره بعقوبه التنبيه اللي انا خدتها، ودي كانت عشان حرق كتب الاخوان، ولو حصلت قدامي تاني انا هكررها تاني. لما اخد تنبيه عقوبه عشان حرقت كتب الاخوان ده شرف ليا، وانا بقولها علنا قدام معالي رئيس الجمهوريه. تمام؟ لكن هل عقوبه التنبيه بيتشال فيها وكيل وزاره او بيتنهي ندبه؟ لا طبعا، لان عقوبه التنبيه دي عقوبه لو فوق ال5 ايام جزا فقط بتعطل ترقيه او بتمنع ترقيه. الحاجه الثانيه ان معالي الوزير كاتب 8 قضايا ما زالوا محل بحث في النيابه الاداريه. هل القضايا اللي بتكون محل بحث ولم يجزم فيها في النيابه الاداريه حد بيتكلم عنها او بيعتبرها عقوبه؟ انا مش عارفه. ده الكلام اللي مكتوب في البيان. يعني دكتوره بثينه، افهم من كلام حضرتك اللي مكتوب اني بتدخل في شؤون المدارس الخاصه. هو وكيل الوزاره ما يتدخلش في شؤون المدارس الخاصه؟ شرف ليا ان انا وانا كنت وكيل وزاره الجيزه وضعت 4 مدارس دوليه تحت الاشراف المالي والاداري بسبب المتابعات اللي انا كنت بتابعها، لان المدارس الدوليه بتتبع الوزاره اللي ما كانوش بيتابعوا المدارس الدوليه لحد ما حصل تزوير وحصل بلاوي. وكنت بشكر الوزير قبل كده انه خلانا نتابعها كمديريات بعد ما كانش لينا سلطه عليها، ولما تابعناها 4 مدارس في عهدي اتحطوا تحت الاشراف المالي والاداري، وكذا قضيه تزوير في المدارس الخاصه اتمسكت. فانا شرف ليا ان انا كنت بتدخل في شؤون المدارس الخاصه عشان اوقف المهازل اللي فيها. هل في مساله دكتوره بثينه بعد اذنك؟ طبعا يعني ممكن يكون الوزير يعني نقول جمع معلومات عن حاله حضرتك، ممكن يكون مثلا في شكاوى اتكتبت ضدك، ممكن يكون في مثلا يعني اي تحفظات على ادائك المهني، ولا حضرتك شايفه ان المساله مساله مجحفه لبثينه كشك تحديدا لاستهداف شخصها؟ انا مستهدفه شخصيا يا فندم. والسبب ايه؟ والدليل على كده ان معالي الوزير في البيان مكتوب ان انا ندبي انتهى من شهر 9. لماذا لم يخبرني معالي الوزير انسانيا وكرامه للبني ادمه اللي افنت عمرها في التربيه والتعليم؟ انا مش نازله بالباراشوت على التربيه والتعليم، انا بنت وزاره التربيه والتعليم، انا بادئها مدرسه وواخده ماجستير والدكتوراه في الاداره التعليميه والتخطيط التربوي، ووصلت لهذا المكان بمجهودي وكفاءتي وتفانيه في العمل، والا ما كنتش وصلت له. واشتغلت مع اكتر من وزير. وحضرتك انتهاء الندب في شهر 9 وتم اختارك بيه امتى؟ لماذا لم ابلغ؟ لسه عارفاه النهارده في شهر 12؟ يا فندم. يعني ال3 اشهر اللي فاتوا دول حضرتك يا مدام بثينه كنت فاكره نفسك انك انت يعني موجوده في الوظيفه؟ بالظبط يا فندم، بالظبط. وكنت بتمارسي عملك؟ ان انت بتدور لي على بديل. يعني من شهر 9 حضرتك ما جددتليش الند وسايبني اشتغل لحد شهر 12. انا خارجه من مكتبي بعد العشاء الساعه، بعد ما وصلت بيتي على الساعه 9 وشويه عرفت بالخبر. طب حضرتك ناويه تعملي ايه دلوقتي؟
وفي شغلي وانت ما بلغ. طب انسانيا من شهر 9 قول لي يا دكتور احنا مش هنجدد لك السنه دي، بس احنا سايبينك على ما نلاقي لك بديل.